ازاي اعرف لو صحتي كويسه ولا لا؟ اول حاجه الاقي تحاليلي كويسه، الاقي فيتامين د بتاعي مظبوط او على الاقل لو قليل مش قليل قوي، الاقي الهيموجلوبين بتاعي كويس، الاقي مخزون الحديد السيرم كرياتين بتاعي كويس. لو عملت سويت شيك الجهاز اللي بيقيس بيه المينرالز والفيتامينز، الاقي الفيتامينز بتاعتي والمينرالز بتاعتي كلها كويسه. يبقى رقم واحد ان التحاليل بتاعتي تكون كويسه، وكمان الايونايزد كالسيوم. رقم اتنين صحة جهاز الهضمي. صحة جهاز الهضمي هي اللي بتعكس صحتي اذا كانت كويسة ولا لا. يعني مثلا لو انا جهاز الهضمي سليم، معنديش من حموضة طول الوقت، ما عنديش ارتشاح امعاء او سيبو، مفيش امساك، مش طول الوقت عندي غازات، فصحة جهاز الهضمي من اكتر الحاجات اللي بتدل ان صحتي كويسة. تالت واهم حاجة البشرة. طول ما انا بشرتي كويسة صافية ما فيهاش حبوب، ما فيهاش تجاعيد بشكل اوفر، بقى انا سني صغير، ده برضو دليل ان انا صحتي كويسة. خامس حاجة او رابع حاجة ان انا تكون شعري ما بيتساقطش، ما بيتقطمش، مش مقصف. كل دي علامات ان انا صحتي كويسة. يعني الشعر مرآة كبيرة جدا للايه، لما ببذل مجهود ببقى كويسة، مش ببقى طول الوقت عندي حاسة بالارهاق وبالتعب وانا خملانة وانا مش قادرة اتحرك. برضو لو انا من الاحاسيس دي مش عندي يبقى حاجة كويسة. لو انا عندي ريحة فم جيدة، ريحة بقي مش طول الوقت وحشة. لو انا لون اليورين بتاعي الحمام بتاعي لونه فاتح، ما ينفعش يبقى لونه غامق. لو انا عندي مشكله في التركيز، مش بعرف اركز، يبقى كده صحتي برضو بيدل ان في حاجه غلط. ضوافري مش بتتقطم وبتتكسر كل ما بتطول، ما فيش نقط بيضه فيها، ما فيش اي علامه من العلامات مثلا نقص الزنك، ما عنديش طول الوقت تشنجات في العضلات اللي هو بيدل على نقص المغنيسيوم. كل حاجه، كل عنصر بيدل على نقص حاجه اعرف ان هي العلامات بتاعته مش عندي، اعرف كده ان انا صحتي تمام وكويسه. انما حاسه ان انا لا، عيني بتعكس صحتي. عيني لو فيها لمعة كده والدنيا تمام والدموية بتجري في وشي مش باهت مش بيل، الاقي صحتي كويسة. فكل حاجة بتعكس حاجة، صحة العظم، صحة العضلات، كل حاجة بتعكس فيتامينز او مينرالز معين. فممكن نعمل سو تشيك او نحلل عشان نشوف لو في حاجة ناقصة عندنا. نلعب رياضة بقى، ناخد المكملات غذائية، نهتم بصحتنا، ناخد نظام غذائي مناسب واحط فيه الحاجات الاكلات اللي تعوضني عن نقص الفيتامينز بتاعتي، يكون ليا انا، مش اي ورقة دايت ولا اي ورقة فيتامينز ايه اخدها. تاني حاجة اما اجي اخد مالتي فيتامينز، لو قررت اخده لازم نوع غير، ما ينفعش اجيب نوع تشيب. لو نوع رخيص ولا كاني خدت حاجه ولا كاني عملت حاجه. وهسيب لكم برده بعض الانواع الكويسه الجيده، بس برده لازم احلل الاول قبل ما اخد اي مالتي فيتامين، لان في بعض الحاجات لو زادت في الجسم زي فيتامين د والفيتامينات اللي بتدوب في الدهون عامه، الاي والاي والكي، لو زادت في جسمي هتؤدي الى تسمم، وطبعا اعراضها صعبه جدا. فما ناخدش اي حاجه غير تحت اشراف طبي بتحاليل باي حاجه، مش اي مالتي فيتامين الاقي الصفحه على الفيس بتعلن عنه وده كويس وبلوجر بتقول مش عارف ايه اروح اجيبه على طول. لا، لازم اكون محلله الاول.